السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة مع بعض كده إن شاء الله هنعمل ميزانية 100 جنيه للفطار والعشاء في الأسبوع. ممكن عايزة تمشي مع 10 أيام مشي مع 10 أيام. أنا هقول لك على أفكار كتيرة قوي لأكلات غير تقليدية للفطار وفي العشاء. مش تحتاري يعني من النهارده كده ان شاء الله تفطري وتتعشي ايه، هتاخدي منها افكار تعجبك، كل ما يعجبكيش ايه حطيه على جنب. اول حاجه طبعا احنا متعودين عليها بنطلع الصدقه بتاعتنا. طبعا ما نقص مالا من صدقه، الصدقه بتزود الفلوس مش بتقللها، وممكن ما تتردلكيش فلوس، ممكن تترد ستر، ممكن تترد هدايه لاولادك، ممكن تترد ان ربنا يدفع عنكم بلاء. فالصدقه حاجه مهمه جدا، ده حق ربنا في الفلوس اللي بيدانا، فلازم نطلع حق ربنا الاول قبل ما نعمل اي حاجه. برضو الصدقه ممكن تطلعيها مش لازم تطلعي فلوس بس، ممكن تطلعيها ان انت تعلمي حد من اولاد جيرانك مثلا يكون ما بيقدرش ياخد دروس، فانت تاخديه تساعديه في المذاكره شويه، ده تعتبر صدقه، وخلي نيتك ان دي صدقه. وبرده ممكن تعملي للعصافير والحاجات في البلكونه كده حاجه كده فيها شويه ميه، اي حاجه بوله صغيره كده فيها شويه ميه، او اي عندك حبوب صغيره كده اكل عصافير، حاجات من دي تحطيها في البلكونه برده للطيور، للعصافير اللي اللي بتطير يعني. برضو ممكن تعملي جنب البيت عندك تحت جنب باب العمارة، تحطي مثلا طبق فيه شوية أكل هيفيد منك مع شوية مية لأي حيوانات ماشية في شارع، قطط كلاب كده ياكلوا منهم ويشربوا في الحر ده. فالصدقة ليها أوجه كتير. الصدقة ممكن يعني التبسم في وجه أخيك صدقة، إنك لما تبصي لحد كده وتبتسمي له دي تعتبر صدقة. فربنا عطينا أبسط حاجات نعمل بيها الصدقة يعني. بس طبعا لما تطلعي المال وبيترد لك أضعاف مضاعفة بيدفع عنك بلاء كتير قوي. برضو إطعام الطعام صدقة، ممكن تطعمي أي جائع بنية الصدقة. يلا عشان مطولش عليكم بقى هنبدأ كده إيه بالميزانية بتاعتنا إن شاء الله. هنجيب كيلو وربع دقيق. الدقيق دلوقتي مثلا لو جبتيه من عند العطار هيبقى ب 16 او ب 17 جنيه، فهتجيبي كيلو وربع هنحاسبك على 18 جنيه ب 23 جنيه. كيلو وربع دقيق. هنعمل بقى بالكيلو وربع دقيق ده ايه؟ اول زي ما احنا متعودين اهالينا زمان كانوا بيقولوا البيت اللي فيه دقيق ما فيهوش دقيق، لان انت عندك دقيق عندك الخير كله. هتجيبي مثلا عندك دقيق هتعملي شويه معجنات، ما عندكيش عيش هتطلعي كوبايتين تعمليهم عيش، فهو بيدخل في حاجات كتير قوي. الكوبايه وربع دول هنعمل بيهم ايه؟ الكيلو ربع قصدي، الكيلو ربع هناخد الكيلو دوت هنعمل بيه معجنات. هقول لكم ايه المعجنات اللي هتعمليها بيه، هقول لكم في الاخر افكار كتير قوي للمعجنات تتعمل في البيت. الربع كيلو دقيق دوت هتاخديه بقى، احنا هناخد الكيلو نعمله معجنات للفطار وفي العشاء. الربع كيلو ده بقى هتاخديه هتسيبيه مثلا ايه في البيت، مثلا عملتي شويه يعني عاوزتي تعملي دقيق تقلي دقيق فتاخدي حبه تعفري بيهم الدقيق، عاوزتي تعملي عجه، عاوزتي تعملي برضو في الفطار وفي العشاء، ممكن تعملي صينيه عجه في العشاء، ممكن تعملي اي حاجه ايه بالربع كيلو دقيق. ممكن تاخدي لو انت عامله ميزانيه الفطير للفطار وفي العشاء بس، فانت هتاخدي كيلو وربع ايه كله تعجنيه ويبقى عندك ايه كميه حلوه قوي للفطار وفي العشاء. تمام. هقول لك دلوقتي على افكار حلوه قوي تعملي بيها ايه للمعجنات دي. يبقى هنجيب كيلو وربع دي ب 23 جنيه. هنجيب فاكهه يعني هنجيب ب 10 جنيه، هتجيبي اي نوع فاكهه في السوق نص كيلو حتى، هتعملي منه مربى. ممكن لو انت مش عايزه تعملي مربى ممكن تجيبي بال 10 جنيه دي الشعريه وتعملي شعريه في الفطار وفي العشاء، تعمليها باللبن بالسكر بالعسل الاسود، فهي بتبقى حلوه جدا في الفطار وفي العشاء. يا اما هتجيبي يا اما نص كيلو فاكهه تعملي مربى، يا اما هتجيبي شعريه كيس شعريه. ممكن تجيبي برضو بطاطس، هتجيبي مثلا نص بطاطس من اللي هي الايه الحجم الصغير او الوسط يعني ب 10 جنيه. الكيلو ب 10 جنيه، هتجيبي كيلو ب 10 جنيه. ممكن تجيبي كيلو ربع لو هتجيبي الكبيره، بس انا من رايي تجيبي يعني الصغيره هي الكبيره، بس انت بتفرق معاكي في ايه الحجم بس، لكن هي بتبقى نفس نوع البطاطس. لو انت مش عايزه تجيبي بطاطس ممكن بطاطس تعمليها مهروسه، ممكن تعمليها بطاطس محمره، هتبقى حلوه جدا. لو عملتي سندوتشات سوري مثلا في بطاطس محمره كده، حطيتي عليها شويه كاتشب او شويه مايونيز عندك او شويه توميه وعملتيهم كده على النار، هتبقى حلوه جدا. هقول لك برضو على افكار دلوقتي تعملي بيها البطاطس. لو انت مش عايزه بقى البطاطس، في ناس يعني متعوده بتفطر جبن بس وتتعشى جبن بس، وانا منهم بصراحه وولادي. في ناس متعوده ان هي تحمر بطاطس في الفطار عادي جنب شويه باذنجان مقلي، على حسب برضو ما انت متعوده. فانت لو مالكيش بقى في جو البطاطس والحاجات دي، هتجيبي مثلا بال10 جنيه دول يا اما ربع فول مدشوش يا اما ربع فول تدميس يعني، وتعملي طعميه او تعملي فول في البيت. فانت عندك برضو اختيارات. هنجيب ب5 جنيه بيض، هنجيب البيض اللي هو ايه مثلا خمس بيضات، كان زمان بقى 5 جنيه بيض. هتجيبي 5 بيضات ب20 جنيه، ده اللي هو البيض ايه اللي بصفارين.
اللي بصفارين هتلاقي الواحده دلوقتي ب4.5، لان البيضه دلوقتي ب4، وفي اماكن بتباع ب4 الا. فانت لو جبتي من البيض العادي هيبقى هتجيبي ب20 جنيه بيض، هيبقى حوالي مثلا 6 بيضات. لو انت جبتي بيض بصفارين هيوفر معاكي كتير، هتجيبي ال 20 جنيه حوالي ايه 5 بيضات او اكتر. فانت هتجيبي البيض بصفارين ده، البيضه بتبقى بقام بيضتين. يعني انت لو هتعملي صينيه كيك بدل ما تحطي بيضه بيضتين فيها، هتحطي بيضه واحده من البيض اللي بصفارين، بيوفر كتير جدا. دوري في منطقتك هتلاقي اكيد في حد عندك في المنطقه بيبيع بيض بصفارين، حتى لو هتمشي شويه معلش. يعني في كل منطقه بيبقى في حد، تلاقي سوبر ماركت كده بيعمل عروض او بيبيع حاجات بسعر الجمله. فانت تشوفي بيبيع اللبن بسعر الجمله، بيبيع البيض بسعر الجمله، الدقيق، الحاجات دي كلها. فانت دوري في منطقتك او اسالي جيرانك او اخواتك، يعني مين هنا بيبيع مثلا حاجات بسعر الجمله، هتوصلي واكيد في كل منطقه بيبقى فيها حد كده، هتجيبي منه بقى الحاجات دي كلها بسعر الجمله، هيوفر معاكي كتير قوي. فهتجيبي البيض اللي هو بصفارين ده، هيفرق معاكي كتير وهيوفر معاكي في البيت كتير. 5 بيضات بيبقى معاه 10 بيضات. هتجيبي نص ربع جبنه قريش، ده ربع ب15 جنيه، ربع قريش ب15 جنيه. طبعا القريش مهما سعرها غلى دلوقتي بقت ب60، بس برضه هي موفره بالنسبه للجبن. الجبنه الرومي او الجبنه التركي دلوقتي، احنا هنا في اسكندريه بنقول عليها تركي، دلوقتي بقت ب 220 اقل حاجه، اقل حد بيبيعها 220. فانت برضه مهما غلت فهي من الحاجات الموفره جدا، والحاجات اللي فيها فايده كتير قوي اكتر من اي جبن تانية، كلها كالسيوم يعني. فانت هتجيبي ربع قريش ب15 جنيه. لو انت ولادك بقى مش بيحبوا الجبنه القريش، هتجيبي جبنه قريش تحطيها في الخلاط، وتحطي معاها مثلا معلقه زبده او معلقتين زيت، وتحطي معاهم مثلا لو عندك وش اللبن، قشطه وش اللبن تحطي معلقه او معلقه لبن بودره، وتضربيهم كويس قوي في الخلاط. هيعمل معاكي جبنه كريمي ومعلقتين لبن من العاديين. هيبقى معاكي جبنه كريمي، هتحطيها في علبه وتسحبي منه في الثلاجه، ولادك مش عارف خالص ان دي جبنه قريش. ولو عندك زيتون عايزه تحطي معاها زيتونتين، شويه بشر كده جبنه تركي عندك عايزه تحطيهم، فهي بتسحب اي طعم انت بتحطيه فيها، بتاخد من الطعم ده، وتبقى طعمها حلوه جدا، بتبقى احلى جبنه كريمي عندك باي طعم انت بتحطيه فيها. برضو دي من الحاجات الموفره جدا معاكي. ممكن برضو تزودي لها حته جبنه مثلثات، لو انت ما عندكيش لبن بودره، ما عندكيش بقى اي حاجه تحطيها عليها، حطي لها حته جبنه مثلثات ومعلقتين لبن ومعلقه زيت او معلقه زبده، حطي واضربيها في الخلاط، هتبقى معاكي جبنه كريمي طعمها حلو جدا. تمام. هنجيب برضو كيلو لبن. طبعا عارفه كيلو لبن قليل في الاسبوع، بس احنا على قد الميزانيه بتاعتنا هنمشي نفسنا. فهنجيب كيلو لبن ب 22 جنيه. اللبن طبعا دلوقتي هتلاقيه غالي جدا عند مثلا سوبر ماركت، دلوقتي ب 27 وب 25 وب 30 كمان. فانت هتجيبي من عند الفلاحين من 20 ل 22 او 23. فانت هتجيبي اللبن من عند الفلاحين، بيبقى حلو وسعره ايه كويس، بس تشوفي حد تكوني ضامناه مجربه اللبن بتاعه. فتجيبي كيلو لبن. الكيلو لبن ده هتجيبيه هتغليه وتسيبيه لما يبرد وتحطيه في التلاجة. تاني يوم هتشيلي منه القشطه بتاعته او الوش بتاع اللبن، وتحطيه في الفريزر لغايه ما تجمعي حبه حلوين كده، تاخديهم هتضربيهم بقى بكبه، تضربيهم بمضرب بيض، هتضربيهم في الخلاط مع شويه ميه متلجه، لازم تكون ميه متلجه، في عجان، في اي حاجه عندك بايدك، تضربيهم بايدك، بس هياخد معاكي وقت شويه، او بمضرب سلك. فانت هتضربيهم لغايه ما تلاقي اللي عامل معاكي زبده، عامل معاكي كتل صغيره كده، وفيه تلاقي شرش من تحت كده، او عامل زي ميه بيضه كده. هتاخدي بقى الكتل دي تجمعيها مع بعض، انا عاملاها في القناه اللي عايز يشوفها. هتجمعيها مع بعض كده وتعملي منها دي، هتبقى زبده، تحطيها في التلاجة يوم كده، وتاني يوم تسيحيها، ما تسيحهاش في ساعتها عشان ما تهدرش معاكي وتنزل معاكي تبخر ميه كتير. فتاخديها تحطيها في التلاجة، وتاني يوم تاخديها تسيحيها، تعمل معاكي احلى سمنه بلدي مضمونه عليها بايدك، ومش بخلطها باي حاجه. هتاخدي بقى الشرش اللي نزل ده، هتحطيه في اكياس. طبعا وانت بتضربيها حاولي تحطي معاها شويه ميه ساقعه تكون متلجه، هتسهل معاكي في الضرب، هتعمل معاكي زبده بسرعه، وفي نفس الوقت هتعمل معاكي كميه شرش اكتر تنفعك في المعجنات. هتاخديها بقى الشرش اللي طالع ده تقسميه في اكياس، وتحطي الكياس دي في الفريزر. هتحطي مثلا كل كيسه مثلا في كوبايه الا ربع على قد العجنه بتاعتك. هي لو كيلو دي مش هيحتاج منك اكتر من كوبايه او كوبايه الا ربع تعجني بيهم العجنه بتاعتك. الشرش ده بيبقى فيه زي قطعه زبده صغيره، فيه طعم وريحه وخير السمنه البلدي او الزبده اللي انت عملتيها. فمش هتحتاجي تحطي غير شويه زيت على كيلو دقيق مع شويه الشرش دول، وتعملي احلى معجنات معاكي. بس انت هتعملي قراقيش، فهي هتطلع معاكي القراقيش طريه، مش هتطلعها ناشفه. لو انت اللي عايزه حاجه ناشفه تعجنيها بميه. تمام. فانت هتاخدي بقى الشرش هتعملي منه، يبقى احنا خدنا اللبن شربناه. وهقول لك برده كمان ممكن بتطلع منها مرته. المرته دي ما بتبقاش احلى حاجه بصراحه، غير المرته بتطلع من الكريمه. هتاخدي المرته دي تحطيها في المطحنه بتاعه الخلاط، هتحطي معاها معلقتين
هتحطي معاها عندك حته جبنه قديمه عايزه تحطيها معلقه واحده، عايزه تحطي مثلا معلقه قشطه بتاعت وش اللبن، عندك معلقه زبادي مش عايزاها حطيها معاها، اي حاجه هتحطيها معاها كده وتضربيها في البتاع مع شويه ملح كده في الكبه في مطحنه الخلاط او في كبه صغيره عندك، اضربيها كده هتبقى معاكي جبنه كريمي، جبنه هتبقى معاكي مرته كريميه وجميله. برضه هتنفعك في السندوتشات في الفطار وفي العشاء، ممكن تحطيها بقى على فول، تعمليها سندوتشات، تغمسي بيها، تقلي بيها بيض، فهتبقى حلوه معاكي في كل حاجه. تمام. فبقى احنا خدنا اللبن، استفدنا باللبن شربناه، واستفدنا بالقشطه طلعنا عملنا منها الزبده، وعملنا كمان من الزبده المرته، وعملنا الشرش ده عجلنا بيه، بيبقى احلى معجنات تغذيه بالشرش ده. ممكن برضو تعملي منه البيتزا والحاجات دي بتبقى حلوه قوي برضو. تمام كده. هقول لك بقى على الافكار هتنفعك في الفطار وفي العشاء. كده كل البنود دي بتاعتنا عامله 100 جنيه. هنيجي بقى الافكار، هقول لك على افكار كتيره. طبعا المعجنات دي خير وكنز كتير في البيت، لان انت المعجنات دي هتبقى انفعك في الفطار وفي العشاء. كيلو دقيق او كيلو ربع دقيق اللي احنا جايبينه ده هيعمل معاكي كميه حلوه، ممكن تقعد معاكي 3 4 ايام في الفطار وفي العشاء. ممكن بعجنه واحده على فكره تعملي منها كذا حاجه. انت ممكن تعملي عجينه طريه بالشرش ده وتعملي منها كرواسون او ميني كرواسون، او تعملي ميني بيتزا. ممكن تعملي منها برضو ميني باتيه، ممكن تعملي منها قراص طريه، كل ده بعجينه واحده. ممكن تعملي منها ايه تاني، ممكن تعملي منها الترسه بتاعت العجوه اللي هي بتتباع في الفرن دي، اللي هي بتبقى مشرشره دي، الترسه بالعجوه. ممكن تعملي منها ايه تاني، تعملي منها حاجات ياما. فانت ممكن بكيلو ربع دقيق دول تشكليه بقى انت كذا حاجه، بحيث ان انت يبقى عندك كذا نوع من المعجنات، وتبقى عملتي كده كميه معجنات كبيره او كتيره بكيلو واحد او كيلو ربع من الدقيق، عملتي كذا نوع كذا صنف. ممكن تعملي برضو العجينه دي بزيت ومن غير بقى شرش اللبن، تعمليها بزيت كده، شويه زيت مع معلقه سمنه والخميره طبعا، وتعجني بشويه ميه، تعملي ايه عجينه ناشفه، تعملي منها مثلا شويه قراقيش. يعني مثلا كيلو ربع دقيق هتحطي عليهم مثلا كوبايه زيت على نص كوبايه سمنه، او كوبايه زيت على كوبايه سمنه. ممكن هتحطي معاهم برضو الخميره وشويه ذره ملح وشويه سكر وكده، وتعجني بالميه، وتعملي منهم ايه بقى، دي هتبقى عجينه ناشفه. هتعملي منهم شويه قراقيش، هتقسمي العجينه كذا جزء، هتعملي جزء منها قراقيش. القراقيش اللي هي بتقطع بالطول دي، بتبقى عايزه تحطي بقى عجوه وتعمليها ساده، بتبقى حلوه. ممكن تعمليها بالشمر والكمون او اليانسون والكمون بقى حسب ما انت عايز، او اليانسون او الكمون او اليانسون والشمر حسب ما انت عايز. برضو ممكن تاخدي نفس العجينه الناشفه دي تعملي منها قرص مبسوسه، القرص اللي هي المبسوسه اللي بتبقى عامله زي الكحك دي، بتعملي منها قرص مبسوسه. ممكن تعمليها ساده، ممكن تعمليها بالعجوه. بتبقى الحاجات دي يا جماعه بتبقى غاليه جدا في الافران. يعني انت رحتي جبتي بالكيلو دي، انت جايبه كيلو وربع ب 23 جنيه، لو انت جبتي كيلو ب 18 جنيه حتى، فانت لو رحتي الفرن بال 20 جنيه دول عشان تجيبي شويه معجنات او شويه مخبوزات، هيديكي حبه كده مش هيكفوكوا عشاء. فانت اعملي حاجات في البيت دي، اصلا خبيث في البيت بيبقى بكله خير يعني وبركه. مش هتعملي بقى قلت لك القرص الناشفه دي، العجينه الناشفه دي هتعملي منها قراقيش، هتعمليها قرص مبسوسه. ممكن تعملي منها اللي هي المنين، ممكن تعمليها منين، ممكن تعملي منها برضو حاجات كتيره جدا. ممكن تعملي منها كعب الغزال، بتاخدي العجينه بتفرديها كده وبتحشيها العجوه برضو، وتكوني مبططه العجوه رفيعه قوي بره، وتحطيها فيها وتلفيها كده وتقطعيها رفيعه خالص وتحطيها في السمسم. برضو دي بتبقى من العجينه ايه الناشفه، بقى من العجينه الناشفه. عملتي منها كعب الغزال، عملتي منها قرص مبسوسه، عملتي منها قراقيش، عملتي منها ايه انا قلت حاجه كمان، يعني كذا حاجه بالعجينه الناشفه. والعجينه الطريه اللي هي عملتيها بالشرش اللي احنا طلعناه، هتعملي منها ميني باتيه، هتعملي منها ميني كرواسون، هتعملي منها قرص طريه، هتعملي منها ايه تاني، الترسه اللي هي ترسه بالعجوه. ممكن تعملي منها قرص اللي هي بتبقى محشيه سكر او سكر وقرفه. فدي برضو بتبقى من الحاجات ايه اللي يعني بعجينه واحده تعملي منها كذا شكل، هتبقى برضو غيرتي لاولادك وعملت لهم حاجات كتيره بايه بكيلو جي واحد، وعملتي منها كذا صنف وكذا نوع. برضو ممكن تعملي منها خليه النحل، برضو من نفس العجينه الطريه دي، ممكن تعملي صينيه صغيره خليه النحل، والباقي برضو تقسميه كده. فانت في كيلو دي هتعملي كذا نوع معاكي. فانت او ممكن تعملي منها ميني بيتزا برضو. تمام. ممكن تعملي برضو حاجات من المعجنات، ممكن تعملي توست في البيت، ممكن تقسمي كيلو دي ده او كيلو ربع، تاخدي مثلا منه كوبايتين، اللي هو كيلو دي 8 كوبايات، فانت قسميها على كده. ممكن تاخدي كل كوبايتين تعمليهم حاجه. ممكن تاخدي كوبايتين من الكيلو وربع دول، هيبقى ربع كيلو، تعملي منه توست برضو. تاخدي من المربى اللي احنا عملناها دي وتدهني على التوست، هيبقى حلو معاكي قوي في الفطار وفي العشاء. ممكن برضو التوست ده تاخديه تحطي بالجبنه القريش اللي احنا عملناها جبنه كريمي، تعملي منها ايه
على التوست ده تدهني منه كده، اولادك هيحبوها جدا وهيعجبوا بيها يعني. فانت معاكي عملنا خدنا كوبايتين عملنا التوست، بقيه الكيلو بقى ممكن تاخديه تعملي منه معجنات اللي قلت لك عليها دي كلها. ممكن برضو تعملي ايه تاني، ممكن تعملي كيكه، معانا البيض ومعانا الدقيق ومعانا اللبن. هتعملي مثلا صينيه كيك هتنفعك في الفطار وفي العشاء، ممكن تعمليها لهم على هيئه كب كيك، فممكن تعملي حتى صينيه كيك صغيره وتعملي كب كيك. فحاولي تنوعي برضو من الكيلو الدقيق ده، ما تعملوش كل حاجه واحده. ممكن تعملي البوريك بتاع الافران، اللي هو البوريك الطويل ده اللي هو بيبقى ايه محشي اي نوع جبنه عندك، وممكن تحشي جبنه القريش اللي عندك دي مع شويه زيتون، وممكن تحشيه مربى، يبقى عملتي صنف حلو صنف حادق للفطار وفي العشاء. البوريك اللي هو بيبقى على وشه سمسم وحبه البركه، برضو ما فيهوش اي حاجه. ممكن تعملي كريب، ممكن تعملي كريب. معانا البيض، هتاخدي بيضه واحده مع شويه لبن مع دقيق، وهتعملي منه ايه شويه كريب، وتدهني برضو بيه اللي هو بالجبنه الكريمي اللي احنا عاملينها، او بقى عندك بالمربى اللي احنا عملناها برضو تدهني بيها الكريب، هتبقى عندك ايه حاجه حلوه. ممكن ترش عليه شويه عسل نحل، عسل اسود برضو ترش عليه كده وتاكل كده. تمام. هنعمل برضو ممكن بطاطس، احنا جايبين بطاطس، ممكن نعمل سندوتشات بطاطس سوري في العشاء. يعني احنا جايبين البطاطس، ممكن انت بتحمري البطاطس عادي خالص، وبتاخدي البطاطس دي تحطيها في العيش. عارفه العيش اللي هو البلدي بتاعنا دلوقتي بقى موجود الفرن كتيره قوي، اللي هو العيش الآلي بتاعنا البلدي العادي ده اللي هو بتاع التموين. بتاخدي العيش ده بيبقى مفروض كبير كده، بتاخديه ممكن تحطي بقى معاه شويه كاتشب، شويه مايونيز، شويه توميه، وتحطي البطاطس وتلفيه، تلفي البطاطس المحمره فيه، وتاخديه على الطاسه على النار، تكون ده الطاسه زيت، وتاخديه تحطيه من على الناحيه دي ومن على الناحيه دي تقرمشيه كده، وتوطي النار بس عليه عشان يقرمش معاكي، ويبقى معاكي كده سندوتشات بطاطس سوري في العشاء، وما كلفتكيش اي حاجه غير ايه ب 10 جنيه بطاطس، وعملتي احلى عشاء. تمام. فدي افكار كتيره قوي اللي ممكن تعمل. البيض اللي برده اللي معانا ممكن تعملي الاومليت، ممكن تعملي اومليت وتقطعي فيه خضار بقى، فلفل الوان، فلفل كوبي، اي خضار عندك عايزه تحطيه، عندك حتتين بسطرمه، اي حاجه ممكن تعملي اومليت في الفطار وفي العشاء، في الفطار او يعني كده او كده. فدي افكار كتيره جدا جدا للفطار وفي العشاء. يا رب كده تكونوا النهارده استفدتوا من الفيديو، والفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم شير ولايك، وضغطوا على زر الجرس عشان يوصلكم كل حاجه جديده بنزلها. واللي عايز مني اي ميزانيه يكتب لي في التعليقات، وان شاء الله اقدر اعملها لكم. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.